بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم من ملعب السير، حلقه جديده. لكن في البدايه احب ان انا اعزي اهلنا في فلسطين بعد الاحداث الحقيقه الصعبه اللي كلنا تابعناها الفتره الاخيره، ولكن دايما بنقول ان كلنا عندنا ايمان بالله ان شاء الله يكون النصر قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ان شاء الله ربنا يوفق اهلنا واحبابنا في فلسطين ويكون ليهم خير معين، وان شاء الله باذن الله تكون فرحه لينا كلنا قريب ويكون النصر لاهلنا. كلنا ما ننساش ان احنا مع بعض ناكد دايما على المقاطعه لانها هتكون مهمه جدا، لان الحقيقه دي بتكون نار في بطوننا كلنا لما بنكون ملتزم. الحقيقه انا بكون سعيد جدا ان انا في اماكن كتيره الحقيقه الواحد بيكون متواجد فيها والناس بتكون بتنتقي السلع والكل بيكون الحقيقه حريص الى مبدا المقاطعه. يمكن تعالوا بقى نبتدي مع بعض النهارده حلقتنا. النهارده هنتكلم على مباراه الاهلي وصن داونز في بطولة الدوري الافريقي. يمكن الحقيقة كلنا تابعنا مباراة الذهاب، وطبعا السؤال النهارده كل المتابعين وكل جماهير الكرة المصرية بيسألوه، يا ترى النادي الاهلي هل قادر على الصعود خاصة بعد الاداء الهزيل والضعيف اللي قدمه النادي الاهلي امام فريق صن داونز في مباراة الذهاب؟ وهل النهارده هيستطيع ان هو يعيد هيبته في افريقيا مرة تانية وان هو يحقق انتصار على فريق صن داونز يسعد جماهيره؟ ده اللي احنا النهارده هنتابعه مع بعض من خلال تحليل دقيق جدا جدا ومعلومات في منتهى الأهمية. النهارده مباراة صن داونز الحقيقة مباراة صعبة جدا. السؤال الأول علشان نحقق الانتصار، ازاي هنبتدي المباراة وايه الشكل اللي المفروض يبتدي بيه المدير الفني مارسيل كولر، وايه السيناريوهات اللي ممكن النهارده يواجهها مارسيل كولر في إدارة المباراة؟ طيب انا بتكلم ان المباراه دي لها سيناريوهين، مش ما فيش سيناريو ثالث لتحقيق الانتصار النهارده، ولكن خلوني في البدايه اكد على حضراتكم على بعض النقاط المهمه جدا كانت واضحه تماما في مباراه الذهاب. النادي الاهلي في مباراه الذهاب كان بيلعب بدور دفاعي متحفظ جدا في منطقه وسط الملعب وفي منطقه خط الدفاع، وكان فريق صن داونز بيلعب بطريقه 3-4-3 او 3-5-2، ويمكن الحقيقه في منطقه وسط الملعب بيبقى عندهم لا مركزيه الحقيقه، ويمكن هو ده المرونه وهي دي نوع من انواع الجوده اللي بيحققها فريق صن داونز، وانه بيلعب كره سريعه وانه بيلعب من لمسه واحده. ويمكن الحقيقه ما بنلاقيش لاعيبه عنده، على الرغم ان هم عندهم مهارات عاليه ولاعيبه كره متميزه جدا، ولكن ما بنلاقيش لاعب بيقف على الكره كتير، على العكس من النادي الاهلي لا عندنا مشاكل في النقطه دي. طيب يبقى انا النهارده النادي الاهلي لما لعب بدور متحفظ وابتدى فريق صن داونز هو اللي يستحوذ على المباراه بالكامل سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني وما قسمناش المباراه، كانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجه ان احنا ما رحناش على المرمى بكرات حقيقيه. تاني نقطة، فريق صن داونز مستحوذ على المباراة واستطاع ان هو يحقق انتصار، بل بالعكس كمان الجول لما دخل عن طريق مش عرضية او مثلا اختراق من العمق، لا ده حققوا الانتصار من خلال تصويبة من خارج المرمى، اللي هو المفروض اصلا ان احنا يكون عندنا تمركز جيد جدا، خاصة ان احنا بنلعب باسلوب دفاعي. يبقى اذا هنا الاسلوب الخطط اللي اتعمل بيه مارسيل كولر مع المباراة ما كانش هو الانسب وما كانش هو الافضل بالنسبة لتحقيق الانتصار او تحقيق نتيجة ايجابية. لكن خسرنا 1-0 اعتقد جيده الى حد ما بالنسبه لانك انت عندك مباراه عوده ممكن تحقق فيها انتصار، انك انت تقدر تحقق انتصار وتصعد. طيب يبقى انا النهارده بقى ده يخليني اتكلم على سيناريوهات المباراه اللي المفروض مارسيل كولر يلعب بيها عشان يحقق الانتصار. انت لعبت بطريقتك وما حققتش النتيجه الايجابيه، بل بالعكس احنا كنا ممكن نخسر اكتر من واحد. النادي الاهلي طبقا للعب فريق نادي صن داونز، النادي الاهلي الطريقه الانسب هم سيناريوهين. السيناريو الاول انك انت تلعب باسلوب دفاعي وانك تحضر من الخطوط الخلفيه وانك تسحب لاعيبه صن داونز وانك انت تخلق مساحات في ظهرهم، وخاصه ان انت عندك سرعات في الثلث الاخير ان كان لاعيبه عندها مهارات. ويمكن الحقيقه برضو من اللاعيبه اللي اعتقد مفاتيح لعبه جيده جدا على الرغم من صغر سنه، ولكن انا بعتبره لعيب مهم جدا ويمكن صعب كولر يلعبه، اللاعب محمد الضو اللي هو اللاعب التونسي. الحقيقه لاعب متميز جدا بيلعب كره من لمسه واحده، ما بيحتفظش بالكره تحت رجله كتير، واعتقد المباراه دي عايزه لاعيبه سريعه ولاعيبه بتلعب من لمسه واحده. لاعب زي كهربا مهم جدا في هذا اللقاء. كان الحقيقه شفنا في مباراه الذهاب صلاح محسن ما كانش ليه اي دور. يمكن لو كنت لعبت بلاعب خامس في الدفاع او لعبت بيه او لعبت مكانه لاعب ديفندر الحقيقه في وسط الملعب يمكن كان افضل. مباراه زي دي بنقول انك انت تلعب بطريقه 5-3-2، انت مش محتاج لاعيبه كتير في الثلث الامامي، بل بالعكس انت محتاج ان انت تسحب فريق صن داونز، لان فريق صن داونز بيلعب ضغط عالي وبيلعب كره هجوميه، وانت طبعا عندك مشكله في خط الدفاع ان رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، وكلنا كنا بنشوف لما بيحصل ضغط عليهم الكره كانت بتتشتت، حتى لما ما كانش بيبقى في ضغط الكره برده ما بتطلعش بشكل سليم. يبقى مهم جدا التحضير من الخط الخلفي لو هنلعب باسلوب دفاعي او باسلوب متحفظ او تلعب بطريقه 4-4-2 او 5-3-2 على حسب انت توزيعتك للمباراه عامله ازاي. مهم جدا ان انت تحضر الكوره، والمهم ان انت يبقى في ثقه ويبقى في قوه استلام وتسلم ما بين ارجل اللعيبه،
وده اللي حقق لنا الانتصار. وانت اللي تتحكم في سيناريوهات المباراه، وانت اللي تعرف امتى تهدي وامتى تسرع الجيم وامتى تلعب كرات طويله وامتى تلعب شورت باس، كرات قصيره ما تقدر تستحوذ على المباراه. كل دي امور مهمه جدا. ده سيناريو اول. على لعيبه بقى متميزه عندك في الثلث الاخير زي كهربا او حسين الشحات او احمد عبد القادر او اللاعب التونسي محمد الضو، محمد سليم رضا اللاعب المغربي، اعتقد ان انت قادر تحقق انتصار. فده سيناريو اول. ايضا كلنا شفنا في مباراه الذهاب ان النادي الاهلي لما كان بيضغط وبيدي الحريه للاثنين اللعيبه اللي في الثلث الامامي ان هم يضغطوا على دفاعهم، كلنا كنا بنشوف ان هم بيشتتوا الكوره وكانوا بيفقدوها بسرعه. يبقى مهم جدا السيناريو الثاني ان انت ممكن تلعب بطريقه هجوميه، ويمكن دي هتكون مجازفه لان انت خسران 1-0، وما اعتقدش ان كولر قوي بالنسبه لطريقه تفكيره انه ممكن يعمل ده. لكن دي برضه مدير فني قوي وجريء وعايز ترجع هيبه وشخصيه النادي الاهلي، لان مش النادي الاهلي اللي يبتدي امام فرق افريقيا. انا النهارده وانا بتفرج على مباراه الذهاب امام سان داونز، انا الحقيقه انا كنت حاسس ان فريق سان داونز هو نادي القرن واحنا اللي خايفين منه. لا، ده ما ينفعش. النادي الاهلي فريق كبير، هو نادي القرن في افريقيا. انت اللي تبقى نازل شرس، انت اللي تبقى نازل قوي، انت اللي تبقى نازل متحكم في المباراه، انت اللي تبقى كورتك قويه، انت اللي تبقى شخصيتك اقوى في المباراه. لاعيبه سان داونز هي اللي تخاف منك، وده مش هيتحقق الا من خلال الضغط العالي وانك انت تلعب كره هجوميه. ودايما الفرق الكبيره هي اللي بتفرض شخصيتها وبتفرض اسلوبها وبتفرض وضعها على المباراه. يبقى مهم جدا ان انت ممكن تلعب بطريقه 3-4-3 او 3-5-2 زي ما هم بيلعبوا، اللي هو ان انت تلعب ب3 مدافعين وتدي الحريه للاجنحه، ادي تعليمات يعني انا لو بلعب هلعب باثنين راس حربه اساسيين، يعني ممكن العب بموديست وكهربا او كهربا ولاعب. يمكن انا مش حميل قوي بقى لصلاح محسن، لكن ممكن اميل للاعب زي محمد سليم رضا واغير في طبيعه التمركز واخليهم يضغطوا على الاثنين المدافعين امامي، وادي الحريه لكهربا ومحمد رضا سليم ان هم يضغطوا، ما يخلوش اللعيبه تحضر من الخلف. مهم جدا. هم عندهم مشكله في حلقه الوصل ما بين وسط الملعب وما بين خط الدفاع. لو انت قدرت تقضي على الحلقه دي، اعتقد انت هتعمل عزل للخط الامامي اللي بيلعب فيه في كثافه عدديه. الفريق سان داونز كانت تشكيلته بتتغير في المباراه، انه كان بيلعب 3-1-4-2، وكان الاثنين اللي في العمق دول بيدخلوا بيضغطوا على لعيبه النادي الاهلي، والاربعه دول كان فيهم اثنين بيتحركوا كاجنحه. يبقى هو بيلعب ب4 مهاجمين ومعاه اثنين في منطقه وسط الملعب ومعاهم واحد ديفندر بيزيد. انت هنا كان بيبقى محافظ على توازنه في نص الملعب، وبل بالعكس عامل ضغط على دفاع النادي الاهلي ومن خلال التسليم والتسلم والمهارات. يبقى انت هنا النهارده يا اما تلعب بتحفظ وتلعب بتكتلات دفاعيه ممتازه وانت اللي تحضر وانت اللي تسحبهم وتلعب على هجمات مرتده على سرعات، او السيناريو الثاني اللي اتكلمنا فيه انك انت اللي تضغط من الخط الامامي باثنين راس حربه، ويبقى عندك لعيبه متميزه وسرعات ومهارات زي احمد عبد القادر او حسين الشحات او محمد سليم رضا. وطبعا امام عاشور دوره مهم بشكل كبير جدا جدا. يمكن مروان عطيه وديانج ومحمد مجدي قفشه، انا شايف ان الثلاثي ده مش الانسب لاداره المباراه. محمد مجدي قفشه هو وصلاح محسن اعتقد ان ما ينفعش يكون لهم دور على الاقل في بدايه المباراه بالنسبه لمباراه العوده، وكلنا شفنا طبيعه تمركزهم. انا اعتقد ان النادي الاهلي في المباراه السابقه كان بيلعب ب9 لعيبه، انا ما شفتش اي دور لمحمد مجدي قفشه ولا صلاح محسن. مهم جدا وانا بدير المباراه ان كل لاعب يبقى بيلعب في الملعب، ما ينفعش انه يكون خارج الاجواء. مهم جدا انه يكون له دور. لو مش هيكون له دور اجيب لاعب مكانه حتى لو هلعبه في مركز ثاني بس يؤدي له دور لو انا عندي ضعف في بعض الخطوط. يبقى مهم جدا التوزيع العددي والنوعي، ده مهم جدا. لو انا عندي كواليتي عاليه او عندي جوده عاليه بالنسبه لخط الهجوم، وممكن الكفاءه اللي هيأديها 3 لاعيبه ممكن يأديها 2 بس، يأديها 2 بس. طالما عندي ضعف عددي في مثلا خط الدفاع، لا يبقى انا هنا اوفر وازود عدد اللعيبه. يبقى مهم جدا توزيعه المباراه. مهم جدا ان انت تخلق حاله من الارتباك لفريق نادي سان داونز. وانا اعتقد ان النادي الاهلي انت معاك جماهير، لعيبه متميزه، عندك مدير فني جيد، وارضيه ملعب اعتقد هتكون مناسبه. فالنهارده ما عندناش حجه غير ان احنا نطلع بانتصار، ومفيش حاجه اسمها اصل سان داونز فريق كبير، اصل المباراه صعبه. لا، انت النادي الاهلي وعندك لعيبه، والنادي الاهلي صرف ميزانيات كبيره جدا على اللعيبه الفتره الاخيره. فمهم جدا جدا ان احنا نحقق انتصار وان احنا نرجع هيبه النادي الاهلي. ولكن السؤال طبعا بيفرض نفسه، يا ترى هل مارسيل كولر هيبتدي زي ما احنا قلنا؟ هل هيبتدي بالسيناريو الدفاعي او بالسيناريو الهجومي اللي احنا وضحناه، ولا هيكون له وجهه نظر مختلفه تماما؟ يمكن انا من قراءه العقليه مارسيل كولر ومن طريقته ومن تصريحاته اعتقد ان هيكون الاقرب للتحفظ واللعب، ان هو يخطف بجول في اي وقت من المباراه. انا ما بميلش اول النقطه دي، ولكن لو هيعملها يبقى مهم جدا بقى ان هو يعالج الاخطاء اللي عملها في المباراه السابقه، انه يكون عنده تحضير جيد في الخطوط الخلفيه، انه يقدر يسحب اللعيبه ويعمل تحضير متميز ويعمل عمليات البيلد اب، بناء الهجمات بشكل جيد من الخلف للامام. مهم جدا اختيار العناصر المناسبه في منطقه وسط الملعب، منطقه خط الهجوم، وان احنا نعمل ضغط جيد جدا على لعيبه سان داونز، ويكون في تمركز جيد وما يكونش في مساحه للاخطاء، لان كلنا تابعنا
جميع مباريات الاهلي امام صن داونز دايما معظم الاهداف تصويبات من الخارج، تصويبات من الخارج، يبقى هنا انت عندك مشكله في التمركز. مهم جدا جدا ان ما يبقاش في مجال للخطا ولو 1 من 10% في المباراه. كل دي تعليمات مدير فني، وكل ده تركيز من اللاعيبه اثناء المباراه. ولكن في النهايه ان شاء الله باذن الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي. مباراه هتكون قويه ومباراه هتكون سريعه، واعتقد هتكون نهائي مبكر للبطوله ومن افضل المباريات. لكن الحقيقه وصلنا لنهايه حلقتنا سريعا، ولكن انتظرونا دايما في مفاجات كتيره في ملعب السر الفتره اللي جايه، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. بشكركم جدا على دعمكم الموصول والمتواصل، ومره ثانيه ما ننساش وبناكد على مقاطعتنا للمنتجات، ودايما هناكد على حضراتكم بالنسبه للنقطه دي، ودي اقل حاجه ممكن نقدمها لاخواتنا واحبابنا. في نهايه حلقتنا بشكركم جدا، والى اللقاء في ملعب السير.